وفي المنى بيبدأ قدام بوابة عالم الأرواح، في واحد بيحاول يدخلها لكن البوابة بتتقفل في وشه، وبيظهر حارس عملاق بيعزف على عود صيني، وفي آخر العود ده فيه إبريق عليه رسم التنين. وبننزل على الأرض تحديدا في فصل مدرسة، والأبلة بتقول لهم اكتبوا كلمة تنين، لكن في طالب بيرسم تنين بدل ما يكتب الكلمة فبتطرده، وفي نفس الوقت بنت في الفصل اللي جنبه بتطردها الأبلة لنفس السبب. وهم مروحين كل واحد مستني حد يجي ياخده، بس ولا الولد ولا البنت حد بيجي ياخدهم، فبيتعرفوا على بعض. الولد اسمه دان والبنت اسمها لينا، وبتبدأ ما بينهم أجمل صداقة، بيلعبوا سوا وبيذاكروا سوا وحتى بيستحموا سوا، وأكتر حاجة بيحبوها هي الطيارة اللي على شكل تنين، وتعاهدوا إنهم يفضلوا أصحاب دايما. بس للأسف فرحتهم ما كملتش، لينا وأبوها بيقرروا يعزلوا من الحارة، وبتسيب دان لوحده. والسنين بتعدي ودان كبر وبقى شغال دليفري، وفي يوم وهو بيوصل أكل لمكان مهجور، راجل عجوز بدل ما يديه فلوس اداله إبريق شاي أخضر عليه رسم التنين. دان بيجري بسرعة عشان يشتري بدلة قبل ما المحل يقفل، بس سعرها غالي فبيروح لمحل أرخص وجودته وحشة. ولما بيرجع بيته بيشوف على الحيطة اسمه واسم لينا، وبيقول أشوفك النهاردة يا لينا. وصاحبه بيفضحه من غير قصد قدام أمه لما بيقول له إنه مش بيروح الحصص وإنه ممكن يسقط، فأمه بتزعل وبتضربه، فبيقول لها عندي شغل جانبي عشان عايز أشتري حاجة في دماغي، فبتقول له مفيش حاجة أهم من الدراسة، فبيعتذر وبيروح يذاكر في ركنه الخاص. وفي نفس الوقت المجرمين بيكونوا بيدوروا على الإبريق الأخضر. وبالليل دان بيلبس البدلة وبيخرج من الشباك، بس البدلة بتتقطع منه وبيوصل للسطح وبيلمح يافطة عليها صورة لينا وهي كبيرة، وبيحاول يتمرن هيقول لها إيه بكرة في عيد ميلادها، بس البنطلون بيتقطع بالغلط، وبيقول أنا مجنون بحاول أعمل كل اللي أقدر عليه عشان الناس تبقى فخورة بيا، بس دايما في حاجة ناقصة، يا ريت أقدر أوفي بوعدي. وفجأة الإبريق اللي جنبه بيصدر صوت وبيخرج منه دخان بيتحول لتنين اسمه لونج، ولونج بيقول ولد فلاح شكل الحكاية هتبقى سهلة. فدان في الأول مش مصدق لحد ما التنين بيبدأ يستعرض قوته، وفي نفس الوقت المجرمين بيلمحوه هو والإبريق. ودان بيسأل التنين أنت مين وجاي منين؟ فبيرد عليه أنا تنين الأماني ولازم أخدم 10 أسياد عشان أقدر أدخل عالم الأرواح، وأنت آخر واحد، وأنا في الإبريق ده بقالي 1000 سنة، فشد حيلك خلينا نخلص. وفجأة المجرمين بيدخلوا عليه لكن محدش شايف التنين غير دان، وبيقع من فوق المبنى وبيجري منهم وبيقول أتمنى أعرف أقاتل. وفجأة بيتحقق كلامه وبيعرف يقاتل، ودي كانت أول أمنية، وبيحصل قتال جامد ومضحك بينهم، وفي الآخر بيهرب منهم، وبيبلغوا الزعيم إنهم معرفوش يحصلوا على الإبريق عشان في ولد هرب بيه، وبيأمر رجاله يدوروا عليه.